اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. يا كابتن مدحت يا شلبي، انا بحبك كمعلق، اما كاعلامي ومذيع فانت على الله حكايتك، والدليل المصايب المستمرة. دايما كده لازما تعمل مشكلة تولع الدنيا بيها. واحد ابن حلال يخش يقول لي فيه ايه يا عم؟ هو الراجل طلع قال ايه؟ اقول لك رزقك في رجليك. شوف الفيديو ده عشان ترجع لي ونكون احنا الاتنين على خط واحد مع بعض. نشوف الفيديو ونرجع عشان نرد عليه. فالنادي الأهلي رد بعد 3 ساعات من الاختيار على الموقع الرسمي بتاع النادي الأهلي. قال أن اللاعب ياسر إبراهيم عنده إجهاد ولن يتمكن من الانضمام إلى المنتخب الوطني. واتبعت ورقة للمنتخب الوطني فيها الكلام ده. أنا الحقيقة يعني مش عايز أقول كلام يزعل حد. محمد صلاح في معسكر قبل مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا في نوفمبر 2019 كان قد اصيب في الدوري الانجليزي. ان الراجل ده بيحترم منتخب بلده ومن ثم بيحترم بلده. اخذ التقرير الطبي الكامل اللي توقع عليه في انجلترا، وسافر من انجلترا الى استاد برج العرب او الى برج العرب حيث كان يعسكر المنتخب الوطني. بتكلم على مين؟ على محمد صلاح. وكان وقتها المدير الفني هو الكابتن حسام البدري، وقدم التقرير الطبي اللي جه بيه للجهاز الطبي للمنتخب. بيت ليلة مع المنتخب احتراما للمنتخب ومشي تاني يوم. ده المنتخب الوطني، وده خامس افضل لاعب في العالم كله، مش سمسمية وحمصية مع كل الاحترام. هل يليق انه لاعب يستدعى للمنتخب الوطني ويقول انا عندي اجهاد؟ ويعني ايه كلمة اجهاد؟ يعني ايه؟ يعني بالبلدي لو وقعتوا عليا كشف طبي مش هتشوفوا حاجة، لانه الاجهاد ما بيبانش في الكشف الطبي في الاشعاعات والكلام ده كله. اذا المسألة يجب ألا تمر مرور الكرام بمنتهى الصراحة. لإصابة محمد عبد المنعم، يعني الراجل مريح ومأنتخ ما عندوش مشاكل. ولو حتى قلنا إجهاد لازم يروح المنتخب ويقدم نفسه، وبعدين الجهاز الطبي يقول له تعالى يا حبيبي، هيكشف عليه ويدوس هنا ويدوس هنا ويحطه تحت الأشعة وقق وبق ونقي، مش هيلاقي اي اصابات. عشان كده هم قالوا اجهاد. حاجه اسمها اجهاد؟ مفيش حاجه اسمها اجهاد. اقدر الينك واليفك واحننك وطبطبك واريحك واظبطك، كل حاجه كل حاجه. طب ليه كده؟ طب ليه كده؟ يعني انا عايز اسال سؤال، طب ليه كده؟ الحقيقه قعدت افكر ايه السبب. ده الاهلي بيقدم دايما كل اللعيبه. فلما قعدت افكر ليه الاهلي طول عمره بيدي لعيبه للمنتخب، هو في ايه؟ فانا غير متصور ان هو اتحاد الكره هيسكت على الموقف ده ومحدش يزعل. ده منتخب مصر، ده منتخب مصر. كنت اتصور ان اتحاد الكوره يبعت رسمي للنادي الاهلي يقول له ابعت اللاعب للمنتخب ويتم توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهاز الفني. إذا حضرتك يا اتحاد الكورة عدتها بهذا الشكل ومرت مرور الكرام، لا مؤاخذة، وأنا هنا محروق عشان ده منتخب مصر. بص يا جدي، يعني مبدئيا كده انت عملت مقارنة بمحمد صلاح. يعني محمد صلاح مش قبل كده جه لعب ماتش معانا ورفض يروح اثيوبيا وطلع الغردقة والجونة وقضى وقت لطيف هناك؟ انت بتعمل مقارنات على مزاجك بس، ما فتحتش بقك ولا سمعنا صوتك لما صلاح عمل كده. مع ان انا مش بلوم عليه لان كان عنده نفس الازمة. وراجع تقول يعني ايه اجهاد، ولو كشفوا عليه مش هيلاقي عنده حاجة. ما انت عندك محمود متولي، ايه اللي حصل له؟
عشان معانا مدرب كفتاجي بتاع احمال مش مراعي ان ده بيلعب اساسي وراجع من اصابه، وبيدي برنامج احمال لكل الناس، ما بيفرقش ده اساسي ولا ده احتياطي وده لعب كام ماتش، وبتتكلم ان ياسر ابراهيم لعب ماتش واحد بس. طب انت مش مركز يعني وعارف ان المدرب ده بقالهم 5 ايام مديلهم احمال زياده وعمال يفحتهم في التمرين عشان هيديلهم اجازه لكل الدوليين؟ ما خدتش بالك ان كابتن حازم امام اللي بيطلع على نفس القناة عندك طلع وقال الحوار كامل مكمل، وقال ان المدرب تفهم الوضع ده، وقال ان احنا وقعنا في مشكلة بسبب اللي حصل وسوء ادارة مع محمود متولي؟ ولا انت بتشوف اللي على مزاجك بس؟ وما خدتش بالك من كابتن رمضان صبحي لما كان في الساحل وقال لهم انا مجهد برضه، مع ان انا مش بطلع مبررات لكن انا بجيب لك حالات مشابهة ما سمعناش صوتك فيها. ليه؟ عشان ده مش الاهلي، عشان في حاجات تانية بنخاف نتكلم عليهم، الله اعلم خايف من حد يطلع يتكلم عليك، ولا اللاعب التاني تصرفاته على هوايا فعشان كده مش هطلع اجيب سيرته. يعني انتوا يعني مش عايز اقول كلام اتحاسب عليه واشيل ذنوب، مش هتسأل عليه قانونيا لان انا بالنسبه لي مخلي بالي، لكن في ازدواجيه، في المعايير. من امتى الاهلي حاش لعبته على المنتخب؟ وانت بذات نفسك قلت من امتى الاهلي بيعمل كده؟ وبتتكلم لا حمصه ولا سمسمه، يعني كلام حتى عيب يتقال. يعني انت بتعمل مقارنه بين صلاح وكأن محمد صلاح ده حاجه عاليه قوي، وهو فعلا حاجه عاليه قوي، بس برضو اللعيبه التانيين يعني بني ادمين. ما ينفعش تتكلم على كابتن محمد صلاح ايه وهق ومق وسمسمه وحمصه في الناحيه التانيه، يعني برضو راعي شعورهم، الاتنين بيلعبوا في منتخب واحد. ولا هو هبد وعزق في الكلام كده وخلاص؟ ولا ايه النظام؟ ولا انت الذاكرة عندك يا جدي ما عادش بتجمع زي الاول عشان كده بتفوت حاجات في النص وعمال تسخن الدنيا وتقول لهم لازما اتحاد الكرة حضراتكم تاخدوا قرار؟ يعني انت مسخناتي لما طلع حازم امام اللي مدور اتحاد الكرة كله وكل الناس عارفة الحقيقة دي وسرد الموضوع، بتسخن في ايه؟ يا عم في 500 حالة مماثلة ما بتفتحش بقك عليها ليه؟ هو الأهلي وخلاص يا كابتن مدحت. يا كابتن مدحت احنا بنحبك كمعلق، أما كإعلامي عشان أنت مش محايد كإعلامي، ده وجهة نظري. فبالله عليك ارحمنا، سيب حاجة نفضل نقول عليها يعني الله يبارك له كان ليه بصمة حلوة. أتمنى تكون الرسالة وصلت، وأنت تاريخك معايا كتير، يعني كذا فيديو جبناه قبل كده وحضرتك ما بتتعلمش. تقول على كهربا هطلع لك الدفاتر القديمة، وتقول على لاعب تاني يا جماعة اصل اللاعب ده مضغوط، على رمضان صبحي تحديدا يعني. تقول على رمضان صبحي لما راح البيراميدز ده احتراف، وفرجاني الساسي تقول له يا فرجاني انت عملت تاريخك هنا ومش هتعمل حاجة في حتة غير نادي الزمالك، ده النادي اللي كبرك وعمل اسمك، مع ان رمضان كان ابن النادي الاهلي. طول عمرك عندك ازدواجية في الامور. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، وبطلب منكم نعمل لايك ونشترك في القناة ونشير الفيديو ونفعل الجرس ونخليه الكل علشان دايما يوصل لحضراتكم حلقات برنامجكم ضرب في المليان. ونتمنى يكون ربنا كده قدرنا على قد ما نقدر عشان برضو احترامنا لكل الناس وفرق السن نكون ردينا على الكابتن مدحت شلبي. اشوفكم على خير، تحياتي.